السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقاء، يا رب كلكم تكونوا بخير. شم النسيم والسردين البيتي ويتعمل في البيت من الألف للياء، وتفتحي عليه تلاقيه ملحه مظبوط، لونه مظبوط، ريحته تجيب آخر الدنيا. طب إيه مقاديره وإيه طريقته؟ موجود على قناة مطبخ أكل وسهرية. حضرتك مش مطالب منك غير العلبة دي كل 3 أيام تقلبيها بالشكل ده، بس مش مطالب من حضرتك اكتر من كده، علشان السردين يتملح، عشان السردين يتخلل، عشان السردين يتغلف بكل المكونات اللي احنا حاطينها. طب حطينا ايه يا ترى؟ طب خليناه ازاي يا ترى؟ طب ايه طريقته يا ترى؟ طب هنفتح عليه امتى يا ترى؟ كل دي اجابات هجاوبك عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله، لما افتح على السردين ونقضي مع بعض شم النسيم بالرنجة والبصل الاخضر والسردين، وتستحق ان احنا نجربها في عيد الربيع ان شاء الله. بعد 10 ايام هنفتح على السردين وهنعمل مع بعض فيديو تاني واحنا بندوق مع بعض السردين. ادخلي معايا الفيديو وادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. اجمل حاجه في شم النسيم هو السردين اللي بيتعمل في شم النسيم. لكن يتعمل ازاي علشان يكون مش زفر؟ يتعمل ازاي عشان يكون ملحه مظبوط؟ يتعمل ازاي علشان يكون طعمه ملحم؟ يعني ايه طعمه ملحم؟ يعني طعمه فيه لحم، مش ناشف، مستوي بدرجة معينة جدا وبمدة معينة جدا يخلي طعمه حلو، لونه محمر. بصوا يا جماعة على طريقة الفسيخ. طيب السردين ده أنا هعمل فيه إيه؟ السردين ده مش سردين فريش، السردين ده سردين متلج مش فريش. اغسله تحت الحنفية وهنضف من عند الخياشيم من هنا كده، هنزل كل اللي فيها تحت الحنفية، وبعدين هنيجي خطوة بخطوة مع بعض هنشوف هنعمل السردين ده ملحه مظبوط، لحمه دايب، طعمه تكليف تقزقزي فيه كده وانتي قاعدة في شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. بعد ما اتغسل تحت الحنفية زي ما حضرتك شفتي، ما عملتش فيه اي حاجه زي ما هو، وفتحت بس الحنفيه للخياشيم كده لو فيها اي شيء ينزل من الميه. طيب الخطوه دي خطوه مهمه جدا في تمليح السردين. اول حاجه زي ما حضرتك شايفه كده بالظبط، هوقف السردين على دماغه كده، يعني هوقفه على بالشكل ده كده، هوقفه على دماغه وعلى راسه بالشكل ده. ليه؟ لان محتاجه السردينه تصفي كل الميه اللي موجوده فيها، كل الدم اللي موجود في الخياشيم عايزاه ينزل كله والسمكه تكون ناشفه. بالشكل ده كده هرفعه، اضيف عليه المصفى عشان الميه ما تبقاش واصله للسردين، يبقى في فاصل بين الطبق وبين المصفى اللي عليها السردين. مهم جدا يا جماعه في تخليل السردين انه يتعصر من كل الميه اللي موجوده فيه. هيفضل قد ايه؟ هيفضل السردين يصفي كل السوائل اللي موجوده فيه مده ما تقلش عن 10 ساعات. لو زادت مفيش مشكله بس ما تزيدش قوي، يعني اخرك خالص 12 ساعه، لكن هي من 10 ل 12 ساعه بتكون السمكه صفت كل السوائل اللي موجوده فيها. هوريكي كميه السوائل اللي هتنزل من السردين وكميه الدم اللي هتنزل من السردين، وهوريكي السمكه ازاي ناشفه. هركنه زي ما هو كده كيس تلاجة، هفتحه وهفرشه على السردين عشان ما تقفش عليه اي حاجه خالص، وهسيبه في المطبخ على شكله ده كده 10 ساعات. وبعدين هنتقابل مع بعض ايه تمليح السردين، ايه كميه الملح اللي بياخدها السردين في التمليح، ملح خشن، ملح ناعم، ايه التساؤلات اللي موجوده، شطه او لا، قد ايه. كل التساؤلات دي هنجاوب عليها لما حضرتك تكملي معايا الفيديو وتوصلي لمرحله التخليل السردين. بعد 10 ساعات من تصفيه السردين او من وضع السردين بالحاله دي، انا اسفه جدا على المنظر اللي حضراتكم هتشوفوه، بس عايزه اوريكي كميه السوائل اللي نزلت من السمكه، وعايزه اوريكي قد ايه السمكه نشفت. شايفه السمكه نشفت ازاي؟ ده اللي انا محتاجاه علشان ما يطلعش ليها اي ريحه والسمكه تكون معايا مستويه. طلعها على مناديل، احاول اجفف اي سوائل موجوده في السمكه. الطبق اللي حطيناه علشان يبقى رافع المصفى، عايزه اوريكي كميه السوائل اللي نزلت. شايفه؟ كل دي سوائل انا مش محتاجاها في اي شيء. هبدا بقى اجفف السردين كله
برضو من السوائل اللي موجوده فيه، مش عايزه فيه اي سوائل خالص. تخليل السردين بالملح الخشن او بالملح الناعم. ايه الفرق بين الاتنين؟ لو حضرتك مبتدئه مش عارفه معيار تخليل السردين، فخلليه بالملح الخشن. الملح الخشن بيظبط التخليل، الملح الخشن مش بيأثر في الطعم، مش بيدي الملوحه اللي حضرتك متخيلاها. زي ما قلت لحضرتك، لو حضرتك متمكنه في السردين فخليلي بالملح الناعم. لو حضرتك مبتدئه وعندك قلق من موضوع انك تظبطي الملح، يبقى استخدمي الملح الخشن. الملح الخشن ممتاز في ان هو مش بيدي درجه ملوحه بس، ومش بيعمل اكتر من كده. لكن حضرتك لو عرفتي المعيار المظبوط لتخليل السردين هتخليه بالملح الناعم وانت مطمنه. طيب ده سردين قد ايه؟ ده كيلو ونص من السردين. كل كيلو سردين بياخد 4 معالق من معالق الاكل، فده كيلو ونص من السردين، يعني انا هعمل 6 معالق. 3 4 5 6. الشطة أساسية لكن الكمية اختيار لحضرتك. ليه الشطة أساسية؟ الشطة أساسية علشان هي المادة الحافظة اللي هتحفظ لي السردين وهتديله طعم حلو، لكن الكمية بترجع لحضرتك. فأنا هضيف على كمية الملح دي معلقتين من الشطة الكبار. عايزة أقول لك عايزة أقول لك إن دي شطة سوداني، يعني لو عندك ما تكتريش منها. السردين ما بياخدش كركم، ما بياخدش غير ورق لورا، لانه بيلقط الزفاره اللي موجوده في السردين. هقلب الملح بالملح مع الشطه بالشكل ده، وزي ما قلت لك الكميه بترجع لحضرتك ودرجه الحراره اللي بتبقي حابه بيها السردين. علبه تكون بتتقفل كويس. ده كيس ثلاجه افرده في علبه، في العلبه اللي هخلي فيها السردين بالشكل ده. مش عايزه فواصل، درجه تمليحه ودرجه الحفاظ عليه ودرجه الكتمه بتاعته هي دي درجه نجاح السردين. عايزه اقول لك الشطه فظيعه فظيعه فعلا حقيقي. ده ورق لورا وقرون من الشطه السبايسي، علشان انا اولا بحبه سبايسي، ثانيا بيحافظ عليه جدا. طيب ما تضحيش دايما في ان انت تلبسي جوانت علشان خاطر الشطه وحرارتها صعبه جدا بصراحه. اضيف معلقه مليانه من الملح في قلب العلبه اللي انا هخلي فيها السردين. اضيف ورقتين من اللورا. حاولي ما تستغنيش عن ورق اللورا لانه بيحافظ على السمكه، ما بيمنعش تكون اي ريم عليها. طيب بعد ما حطينا واحدتين من ورق اللورا وواحدتين من الشطه، هنبدا السردين. هحشي في الخياشيم الشطه بالشكل ده. هو ده المكان اللي بيملح السمكه وبيملح سلسله الظهر بتاعتها وبيخلي سلسله الظهر تخلع منها. هضيف السردين بالشكل ده كده. انا بس هتفضلي معايا لحد لما نشوف مع بعض اول طبقه هتتعمل ازاي، لان اول طبقه للسردين هي دي الاساس اللي هيتبني عليها تخليل السردين كله. اول طبقه انا حطيتها، الطبقه الثانيه هديها عكس، يعني هحط الراس مكان الديل بالشكل ده. هضيف السردين عكس بالشكل ده، يعني راس وديل وراس وديل، يعني الديل عند الراس والراس عندها الديل. كده حضرتك واضح. عملت اول طبقه، الطبقه الثانيه هعملها عكس. حضرتك اضغطي في الخياشيم كده. الشطه عامله عمايل مش لطيفه. طبعا ضغطه السردين هي نجاحه. اخر سمكه معايا هي نفس، هو اخر كميه الملح.
الملح اللي فاضله دي مش هستغنى عنها. كميه الملح اللي فاضله دي هضيفها على السردين بالشكل ده. ضيف عليه كام ورقه من اللورة، فلفلتين 2 سبايسي. قبل ما اقفل الشنط قفل محكم جدا، نص كوبايه من الزيت هضيفها على السردين علشان تديله طراوه وما تخليهوش ينشف ويبقى معضم. لا انا عايزاه طري ويبقى منقوع في الزيت بالميه اللي هتنزل منه. طبعا هضيفه هنا كده عند الديل وعند الراس هنا كده. المرحله دي بقى اهم مرحله، هحطهم في كيسين 2. حضرتك اضغطي ولمي الاكياس، اقفلي قفله محترمه جدا. اهم خطوه في نجاح السردين. طبعا قفل السردين ده هيخليه يستوي وما يطلعش ريحه. كده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.